سلام سلام، مرحبا بكم معايا في مطبخ تيما كيتشن. اللي جبت لكم واحد التحليه بذوق الليمون منعشه وماشي حلوه بزاف وبنتها بنه خرافيه. جربوها، وخاصه كما تعرفوا شهر رمضان على الابواب ان شاء الله يدخلوا علينا في الصحه والهنا. جربوها، على بالي بلي تعجبكم. ولهذه التحليه نحتاجوا ان نسبقوا نعملوا اول حاجه لا كريم وسيترون تاعنا. هنا عندي حبه تاع اللي معصرتها متوسطه الحجم. شوفوا انا خففتها بشويه تاع الماء. انا بحكم ان ولادي ما يحبوش ديك الحموضيه تاع الليم بزاف. نتوما عملوا حبه كبيره وعصروها، ونجيو نعملوها في كاسرونه ونعملوها فوق النار حتى يغلي لنا هذاك الليم. ونجيو نعملوا حبه بيض، 4 معالق تاع السكر ماشي معمرين بزاف، ونجيو نضيفوا عليها معلقه كبيره تاع مايزينا، واحد شويه، ونجيو نضيفو نخلطو مليح هاد المايزينا مع السكر والبيضه. نخلطو مليح تيمشيو لنا هادوك لي كريمو. هنا زدت معلقه صغيره كبيره تاع لافاني بودغ، صراحه تعطيها واحد البنه، هذاك الذوق الليمون مع لافاني. نجيو نضيفو هنا هذاك اللي بعد ما غلالنا نكبوا علينا شويه تاع الخليط، نخلطو بالفوي، خلطوا مليح بالفوي باش ما يطبلكمش هذيك البيض تاعكم. وبعدا نخلطوا كامل هذاك الخليط الاول مع نضيفوه في الكاسرونه ونعاود نردوه فوق النار. تبداو تحركوا حتى تحصلوا على كريمه القوام تاعها خفيف. شوفوا هنا زدت هذه لافاني ليكيد، عطاتني هذاك فيها كما تعرفوا عطاتني هذاك اللون الاصفر، وعطاتني ثاني الذوق. عززتها بهذاك الكو تاع لافاني، صراحه جات حلبنا. وهنا كما تعرفوا الكريمه لازم نزيدوا لها الزبده. هنا زدت لها 2 معالق صغار معمرين مليح، وخلطت مليح مليح مليح. وهنا نجيبوا الطبسي تاعنا نفرغوها فيه ونعملوا عليها فيم اليمونتير ونخليوها تبرد في فريجيدار. وهنا شوفوا جبت لا كريم فريش تاعي، هذه لومبرينت انا نخدم بها كامل لي غاناش، يعني نخدم بها كامل الحلويات ولا كاش حاجه ولا لي ديسير. تجي بزاف بنينه والقوام تاعها كريمي. هنا عملت نص العلبه تاعي، خويت الارام ماشي كامل، خديت شويه وزدت عليها شويه تاع لافاني بودغ. وهنا نجيو نطلعوها بالخلاط الكهربائي، خلطوها حتى تحصلوا على قوام كريمي. وهنا زدت عليها معلقه كبيره كما كنتو تشوفوا تاع السكر غلاس، ما فوقها ما تحتها. كما تعرفوا لا كريم سيترون عملنا فيها السكر باش ما تجيكمش حلوه كما قلت لكم. وهنا بعد ما طلعت الكريمه تاعي جبت الكريمه تاع الليمون. شوفوا هنا خليو قبل ما تخلطوا خليو شويه تاع الكريمه هذيك بوحدها تاع الليمون باش تعاود تخلطوا عليها شويه تاع لا كريم فريش اللي خليناها وتعملوها كتزيين في الاخير. هذه هي باش تجيكم هذاك اللون من الفوق. وهنا خلطوا مليح بالملعقه، وانا خلطت بالملعقه شويه بالملعقه، ومن بعد خلطت بالخلاط الكهربائي باش يتجانس لنا هذيك الكريمه تاع الليمون مع لا كريم فريش. بصراحه جات فيها واحد البنه. والتحليه تاعنا بيان سور نحطوها في فريجيدار، نخليوها على الاقل ساعتين تريح. وهذاك المهم هذاك البسكويت تاعنا يكون ارتاح وشرب هذيك الكريمه مع هذيك الكريمه تاع لا كريم فريش. شوفوا هنا جبت هاد القالب، انا هادو نشري فيهم هذوك مونغوتي ولا اللي تشوف فيهم دي بسكوي. احتفظوا بوحده، ولا انا عندي زوج كي نحب نعمل ديسير هذا ما نكثرش نعمل فيهم، صراحه عمليين بزاف. وهنا جيب بسكويت تاعي كما شفتوا، هذا البسكوي تانيك ماشي حلو، يعني اختاروا نوعيه البسكوي ما يكونش حلو صاي كما قلت لكم باش التحليه تاعكم ما تجيكمش حلوه بزاف، تجيكم حلوه واحد الحلاوه تاعها ما تقهمكمش كامل. ونجيو نعملوا طبقه، نسمخوا هذاك البسكويت تاعنا في الحليب ونعملوا طبقه تاع البسكوي، نعاودوا نوليو نعملوا طبقه تاع الكريمه، يعني طبقه خفيفه ما تكثروش الكريمه تاعكم. صراحه تجي بزاف بنينه. وهذه نوجدها توجد بالخف، يعني ما تعبيش معكم الوقت بزاف. نعملها هذه في رمضان كي نحب يعني في التالي كي ننسى بلي ما عملتش ديسير نعمل هذه وتجيني بزاف باش نحليو بها. كما تعرفوا رمضان الواحد صايم والفطور، وبعد الافطار الانسان يحب يتحلى مع العائله بارده ومنعشه. نجيو هنا نضيفوا طبقه ثانيه تاع البسكويت تاعنا،
شوفوا ميم البسكوي ماجي رقيق ماشي خشين. اختاروا نوعيه البسكوي ما يكونش حلو اي او ميم طون ما يكونش خشين، لازم يكون العلاوه تاعو ما تكونش خشينه بزاف. هذا بسكوي بزاف بنين. شو دوك نوري لكم الباكي عفوا. وهنا نجيو نضيفو كطبقه ثانيه تاع الكريمه. شوفوا نسويو بالملعقه على السطح تاع الوجه تاع تاع الديسير تاعنا، سويوه مليح يجيو لكم طبقات متساويه. نعاود في الاخير هاودا البسكوي اللي نستعمل انا. نزيدو عاود في الاخير هذه الطبقه الاخيره، نعاود نسمخوا البسكوي تاعنا في الحليب. شوفوا ونزيدو الكريمه من الفوق طبقه اخيره. شوفوا ما تجيش عاليه بزاف وما تجيش تاني كعاود تجيكم مليحه وبنينه. حاجه ناكد لكم عليها انه الذوق تاعها رهيب. شوف سويو هذه نجيو نضيفوا بعد ما عملت الكريمه، نجيو نضيفوا هذه الكريمه اللي خليناها في التالي وخفناها بشويه تاع كريمه السائله، خفناها وعملتها من الفوق كطبقه اخيره للتزيين. راكم تشوفوا هنا ما عملت حتى تزيين اضافي، حبيتها لكم تكون سهله باش تشوفوا بلي توجدوها بالخف وتزيين بسيط. وهنا عملتها في فريجيدير بردت لي، كي بردت جيت قدمتها معكم. شوفوا هنا في الاخير نقسم معكم قطعه باش تشوفوا القوام تاعها كيفاش جا بزاف بزاف بنين وخفيف. هذاك البسكوي طرا معانا اون ديريك تاكلو في طرونش تاع سيترون، طرونش باتيسري تاع سيترون. شوفوا معايا، شوفوا القوام تاعها، شوفوا كيفاش. هنا فين خرجتها فين قطعناها وكليناها، زعما ذوق تاعها ما شاء الله. جربوها لانها تستحق التجربه، وخفيفه وما فيهاش مكونات بزاف، اقتصاديه، واستمتعوا لي بالبنه وتعرفوا شحال جات بنينه. وفي الاخير نقول لكم تلاقوا فيديو جديد ووصفه جديده. ما تنساوش حبيباتي وعميراتي تدعموني بجيم وابوني، تضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.